هيحصل لك ايه لو بقيت اسد اسدودة ليوم واحد؟ بعد ما مامتك هتولدك هتكون خايفة عليك جدا لانك لسه صغنون، ومش هتخليك تروح بعيد عن عينيها لحظة واحدة. استنى يا ماما اشرب اخد بق، وهتكون مخبياك في مكان بعيد حتى باباك ما يعرفش عنك حاجة. ولما عودك يشد شوية هتاخدك لباباك، وفي البداية هتكون رزل ورخم جدا، وهتبقى معجب بباباك جدا لانك نفسك تبقى ملك الغابة زيه، ويقولوا عليك اسدودي ابن اسد بقى ملك الغابة. واخيرا بقيت راجل قد الدنيا وبتمتلك قدرات قوية جدا، عضلاتك كبرت وحسيت انك عاوز تتجوز، ولكن باباك بيعرف انك بلغت وعاوز تتجوز، هيطردك من العيلة، وده لانك هتهدد مكانته كملك. لكن انت مش هتسكت وتسافر اماكن بعيدة، وفجأة تعجب بأسداية جميلة وتتعرف عليها، فتقول لك تعالى اطلبني في الحلال، وتكتشف ان باباها شايفك خطر عليهم، فتدور بينك وبينه معركة تهز اركان الغابة، وعشان انت رجولة هتكسبها وهتطرده بره العيلة، وهتتجوز البنت واخواتها وعمتها وامها، وفي الاخر هتطلع عيل تافه لانها هتمشيك وراها زي النعجة، بس فالح تعمل علينا احنا اسد.